هكدب عليكم لو قلت لكم ان انا محضر حاجه، بس كل الموضوع ان انا فتحت الكاميرا وحبيت ان انا فضفض، بس فضفض بخصوص حاجات كتيره جدا انا شفتها من بعد ماتش السنغال، وده يخليني اعمل فيديو طويل شويه ما يكونش فيديو شورت، علشان اصير تساؤل مهم جدا، هو مين اللي يتحمل نتيجه ماتش السنغال؟ فنتكلم بعد الانترو ده لو انا اعتبرتها انترو. دلوقتي علشان نتكلم عن السلبيات ونختص السلبيات علشان خاطر احنا خلاص اوريدي خرجنا من بطولة افريقيا، خلينا نسأل سؤال مهم جدا، يا ترى هل حسام حسن يتحمل لوحده مسؤولية خروج منتخب مصر من كاس افريقيا؟ وده يخليني نرجع بالزمن كتير قوي. هتقول الزمن ايه؟ هتعمل زي الناس وتقول حلمي طولان؟ هقول لك لا، قبل كده كمان. هتيجي تقول لي كارلوس كيروش زي الحلقه اللي انا اتكلمت فيها من كام شهر على الاهلي في كاس العالم للانديه؟ هقول لك لا، من قبل كده شويه، ممكن من ايام ما كان عندنا مدير فني محترم اسمه الكابتن حسن شحاته. هتقول لي معقوله انت بتحمل كابتن حسن شحاته الهزيمه من السنغال في كاس افريقيا؟ هقول لك ممكن ان هو يتحمل جزء صغير منها. وخلينا نرجع بالزمن شويه، كابتن حسن شحاته قدر ان هو يفوز ب3 كاس افريقيا، عايشنا الوهم ان احنا نكسب كاس افريقيا عادي جدا، احنا ملوك افريقيا، لحد ما جه في وقت من الاوقات كابتن حسن شحاته قرر ان هو يلعب بنفس التيم بتاعه الاساسي في تصفيات كاس افريقيا 2012. هنلاقي نفسنا مين اللي خرجنا جنوب افريقيا بقياده مين؟ بيتسو موسيماني. ايوه، بيتسو موسيماني كان مدير فني المنتخب جنوب افريقيا اللي خرج مصر من تصفيات كاس افريقيا 2012، بعد ما كابتن حسن شحاته عيشنا وهم كبير جدا ان احنا نقدر نكسب افريقيا عادي جدا، ويمكن فضل معيشنا لغايه لما خرجنا من السنغال المره اللي فاتت. هحكي لك حكايه، الحكايه دي اتكررت عندنا في مصر وانتهت نهايتين مختلفين. حكايه ان كان في نادي سويسري اسمه بازل قرر ان هو يتعاقد مع لاعب من المقاولين اسمه محمد صلاح، لكن المقاولين بصلها بنظره فلوس شويه، وكان وقتها محمد صلاح طلع على الهوا وقعد يتكلم بخصوص العرض اللي جاله من بازل، وان هو حلمه ان هو يحترف في اوروبا، لكن نادي المقاولين مش مديله فرصه. ايوه زي ما انا قلت لك كده، طلع على الهوا، بس لما طلع على الهوا ما كانش ايده فاضيه، كان في ايده الفاكس بتاع العرض السويسري، وكان في الايد الثانيه الفاكس اللي اتبعت من نادي المقاولين لنادي بازل السويسري. طلع على الهوا، واحد من مسؤولين نادي المقاولين انكر الكلام ده كله، فراح قال لا الورق اهو. صدر المقاولين في امر واقع ان هو لا خلاص انا لازم اسافر علشان احترف بره. النهايه دي انتهت بان ده محمد صلاح قائد منتخب مصر اللي بيلعب في نادي ليفربول الانجليزي، لانه طلع من بازل على تشيلسي، ومن تشيلسي على فيورنتينا، ورجع لتشيلسي تاني، وبعد كده راح روما، وبعد كده استقر شويه في روما، وبعد كده راح لليفربول. فانت كان حلمك انك انت يطلع من عندك في الدوري المصري لعيب يقدر ينافس على التوب 100 على مستوى العالم. لا بالعكس، هو ما كانش بينافس على التوب 100 ولا التوب 10، هو في وقت من الاوقات كان بينافس على التوب 3، افضل 3 على مستوى العالم. كان ممكن مسؤول من مسؤولين الدوري المصري اللي هو يعتبر نادي المقاولين كان ممكن يدفنوا في الدوري المصري علشان خاطر شويه فلوس. هتيجي تقول لي طب انت بتكلمنا في الموضوع ده ليه؟ هقول لك علشان افكرك بلعيب عندنا في الفتره الحاليه اسمه ابراهيم عادل. ابراهيم عادل جاله عرض من ريال بيتيس ان هو يحترف في اسبانيا. فكره ان انت لعيب تطلع من الدوري المصري تروح تحترف بشكل مباشر للدوري الاسباني دي حاجه قويه جدا، بس اتفرج بقى على مسؤولين نادي بيراميدز، لا العرض ده مش مناسب، لا اصل انت متبقي من عقدك 3 سنين وانت لازم تقضي معانا ال3 سنين، يا اما تجيب عرض مناسب اكتر من ريال بيتيس. هيجي يقول لهم طب انا طالع من الدوري المصري، عايزين عرض منين؟ من برشلونه ولا من ريال مدريد ولا من ليفربول ولا من ارسنال ولا من ايه بالظبط يعني؟ فجالهم من ريال بيتيس. مش ان هم يستغلوه، لا بالعكس، لا دول قرروا ان هم يحتفظوا بابراهيم عادل علشان خاطر يفضل مكمل معاهم في الدوري المصري لغايه اما يجي له عرض بالنسبه لهم يكون عرض قوي علشان يحترف بره. فجاله عرض منين؟ طبعا انا لو حلفت لك ان انا عملت القطايه اللي فاتت دي علشان اعمل سيرش على ابراهيم عادل هو بيلعب في انهي نادي في الامارات، واقول لك الجزيره الاماراتي علشان ابان ان انا مثقف، مش هتصدقني. بس هي دي الحقيقه، كلنا نسينا اساسا ابراهيم عادل بيلعب فين اصلا. فللاسف ابراهيم عادل من ضمن الناس اللي هو يعتبر من منتخب الناشئين اللي كسر الدنيا اصلا مع منتخب الناشئين، وكلنا نسينا اصلا ان هو بيلعب كوره. وده مع الاسف لان الناس كلها باصه للسبوبه للفلوس. الكوره الناس بتبص لها بالمنظور البيزنس بس، وان جيت للحق لا هو فعلا المنظور البيزنس ده هو منظور صحيح 100%، بس الفكره كلها ان انت عندك منظومه في مصر مش قادره ان هي توفر لك المنظومه
الماليه بشكل كويس، وده نظرا لانخفاض القيمه التسويقيه للدوري المصري اصلا. طيب نرجع بالزمن تاني لسنه 2010، ماتش الاهلي والزمالك اللي انتهى بتعادل الاهلي والزمالك 3-3 اللي انتهى بجول بركات في الاخر. القيمه التسويقيه عند اللعيبه في الفرقتين كانت قويه جدا، والفرقتين مليانه لعيبه بيدخلوا منتخب مصر حتى لو على سبيل ان هم بيدخلوا علشان خاطر يقعدوا في الدكه، والناس دي محققه 3 كاس افريقيا ورا بعض. ويمكن كمان في توقيت الماتش اللي انا بكلمك عليه ده كانوا محققين 2 افريقيا ورا بعض. لكن تستغرب استغراب شديد جدا ان انت لما تلاقي ماتش دلوقتي في الوقت الحالي في سنه 2026 ما بين الاهلي والزمالك، يا عم هو ده اللي بيحصل، لان القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه هي ارض الواقع ما بتساويش اي حاجه. على سبيل المثال وهتكلم فيها كتير، اكتر واحد معمول له تمثال جوه النادي الاهلي هو محمد مجدي قفشه، من كتر العظمه اللي هو قدمها في ماتش القمه في الشوطه اللي هو شاطها باي طريقه بايا كان اللي فاز بيها بنهائي افريقيا. هتقعد تقول لي يا نهار ابيض ده انت اقفش زملكاوي؟ يا جماعه قسما بالله انا اهلاوي، بس انا بتكلم وانا فاكر الماتش لغايه دلوقتي وفاكر تفاصيله وفاكر كل حاجه. محمد مجدي قفشه من اسوأ 4 موجودين في الملعب في مباراه القاضيه دي، ويمكن عايز اقول لك ان اسوأ 4 دول 3 منهم موجودين من الاهلي، وقلت لك قسما بالله العظيم انا اهلاوي عادي. فتستغرب ان دي اللعيبه اللي انت بتراهن عليها بشكل كبير وبتقول عليهم ان هم لعيبه القيمه التسويقيه بتاعتهم ارقام خزعبليه. واحد زي محمد مجدي قفشه انتهى بيه المطاف ان هو دلوقتي راح الاتحاد السكندري، ومفيش مدير فني دخل النادي الاهلي في الفتره الاخيره مقتنع بيه. وان جيت للحق هو اللي انا بتكلم فيه ده هو الصح، وده كان قناعتي من زمان. بس الناس تيجي تعترض على واحد زي كارلوس كيروش علشان خاطر ما انضمش لمنتخب مصر، وهو ده اساسا هو اساس منتخب مصر، وده رجل القضيه، وده اللي عمل وده اللي سوى. طب يا جماعه ممكن تطوروا. ادي حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي مبوظه منتخب مصر، هي المنظومه او طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها الفتره الاخيره لعيبه الدوري المصري. احنا ما عندناش لعيبه، على راي ابراهيم فايق ما عندناش لعيبه. فلك ان تتخيل ان اللي جاي اسود من الوقت الحالي. انت كانت فرصتك الاخيره ان انت تكسب التامنه، هي كانت الفرصة اللي انت ضيعتها قدام السنغال، ان انت قررت ان انت تدافع بس. تبص على كمية اللعيبة اللي موجودة في الوقت الحالي هتلاقي في منهم اللي ابن لاعب كورة سابق، يعني كلهم مفروضين عليك ان هو لعيب كورة. ولسه قايل لك في الفيديو ده من دقايق موضوع ابراهيم عادل، الموضوع بيتكرر تاني مع حمزة عبد الكريم، اللي هو مدرسة اللمسية عايزة حمزة عبد الكريم ان هو يلعب معاهم في الدوري الاسباني، مع وضع في الاعتبار ان حمزة عبد الكريم في سن لامين يامال، يعني مكانه اصلا في الفريق الاول في اوروبا. وقوم انت قايل له ايه بقى؟ لا انت ما ينفعش ان انت تحترف دلوقتي، تقعد تماطل بشكل كبير جدا علشان خاطر تاخد من برشلونة مبلغ مالي. ادي منظومة تانية من المنظومات اللي هي ناجحة ورقم 1 في مصر، بقت دلوقتي بتتفكر بطريقة الفلوس فقط. طب ما تفكر بشكل احسن كاستثمار فيما بعد، ومش لازم الاستثمار يكون الاستثمار فلوس، لا استثمار لعيبه على حساب حمزه عبد الكريم. اللي هو يا جماعه انا طالع من الاكاديميه بتاعتي حمزه عبد الكريم، الراجل اللي انتوا عايزينه يلعب معاكم في اللمسيه ويبقى زميل لامين يامال ورافينيا وياخد مكان ليفاندوفسكي لو احنا حابين. فتعالوا شوفوا الاكاديميه بتاعتنا، شوفوا ممكن تلاقوا برضو لعيب تاني ممكن تكونوا محتاجينه. لكن انت فكرت فلوس، مع ان التفكير اللي انا بقول لك عليه ده ممكن يجيب لك في مره فلوس قليله، لكن في على وجود كذا مره ممكن يجيب لك فلوس كتيره جدا. فالتفكير ده يجنن بصراحه، يجنن، اللي هو مش يجنن يخبل العقل، لا يجنن. لحد ما نوصل لفكره حلمي طولان. يا جماعه كاس العرب ده كان معمول علشان خاطر الفرق العربيه تقدر تنافس في كاس العالم، فيدي فرصه لكل اللعيبه اللي بتلعب في الصف الثاني في المنتخبات العربيه ان هي تقترح عليهم شويه اسماء، والاسماء دول ممكن يكونوا لعيبه صغيرين في السن او في الصف الثاني للمنتخب، علشان ياخدوا فرصتهم بشكل قوي، علشان يقدر يثبتوا نفسهم ان هم احق بالمكان في الفريق الاول. فادوها لمين بالنسبه لاتحاد الكوره عندنا؟ حلمي طولان رئيس لجنه التطوير في الدوري المصري. فلكم ان تتخيلوا ان رئيس لجنه التطوير واحد عنده 70 سنه وبيلعب بطريقه كلاسيكيه قديمه ماتت وانقرضت قبل الديناصورات ما تنقرض، علشان بس عايز يثبت ان هو احسن من حسام حسن واي حد اي مدرب
في الدوري المصري يقدر ان هو يكون احسن من حسام حسن. فيقوم مستدعي لك مين؟ مستدعي لك قفشه، مستدعي لك عمرو السوليه، مستدعي لك النني، مستدعي لك اللعيب اللي هو مروان حمدي من بيراميدز، اللي هو اساسا لعيبه انت ما تعرفش هم دخلوا الدوري المصري ازاي، وجايب لك 4-5 لعيبه بيلعبوا باك يمين، وفي الاخر جابوا اكرم توفيق هو اللي ينزل باك يمين. هتطلع من دور المجموعات فتقول لا ما انا مش حظي ومش نصيبي ومش عارف ايه، واحنا قضينا واحنا عملنا اللي علينا والكلام ده كله. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ فالمفروض دور المنتخب المصري اللي دخل كاس العرب ده ان هو يساعد حسام حسن. ساعدته حسام حسن في ايه؟ صفر. فبالتالي حسام حسن ملوش اي مسانده اساسا. طيب بعد الكلام ده كله هل انت كنت متوقع ان احنا ممكن نوصل لنهائي كاس افريقيا؟ ما اكذبش عليكم واقول لكم ان انا كنت متشائم، بالعكس انا كنت متفائل جدا ان احنا فعلا كان ممكن ان احنا نوصل للمربع الذهبي. بل انا شطح بيا احلامي ان انا ممكن ان انا اكسب البطوله دي. وده لان المفروض ان احنا عندنا دوافع، المفروض ان احنا نحاول نقول ان احنا لا احنا احق بالمكان ده، سواء اذا كان بقى كابتن حسام وابراهيم حسن او الجهاز الفني بشكل عام، او اللعيبه زي محمد هاني كباك يمين، او محمد حمدي او فتوح في ناحيه الشمال، او تريزيجيه ان هو يثبت ان هو جناح احسن من عمر مرموش او غيره، او زيزو اللي هو يعتبر ان هو الصفقه الخزعبليه الجامده جدا اللي اتنقلت من الزمالك للاهلي، او محمد الشناوي ان هو يثبت ان هو حارس مرمى. محمد الشناوي يعني شوف انا دعمت محمد الشناوي بشكل كبير جدا مع المنتخب ومع الاهلي، لان انا شفت فيه ان هو عنده قدرات خارقة، ممكن ان هو يثبت ان هو واحد يقدر يناطح في عصام الحضري. بس عايز اقول لك ان عصام الحضري اسطورة محدش يقدر يناطح فيه كلاعب كورة او كحارس مرمى. لكن محمد الشناوي سنه اصغر، يقدر يلعب، يقدر يقود المنتخب، يقدر لكن هو ذهنيا هو مش موجود. من اوائل الناس اللي هو يعتبر بيخاف على نفسه وبيخاف على ايده وينزل على كوعه ويقوم مكسور في كوعه بقى ومش عارف ايه. معاناة حراسة المرمى بقت موجودة في الدوري المصري وفي الاهلي وفي الزمالك وفي منتخب مصر بشكل عام. فانا حاولت ان انا ادافع عن محمد الشناوي من باب السبورت، ان هو قلت يا سلام يا ريت ان هو ينزل هو في ماتش السنغال، يا ريته ما نزل ماتش السنغال يا جماعه. انا قلت في عقل بالي ان هو ممكن يكون دفعه معنويه بالنسبه لمحمد الشناوي، لكن ما فيش خالص. طيب بعد الكلام الكتير اللي احنا ممكن اتكلمنا فيه ده، ممكن نوصل لحل. ايه هو الحل بقى بالنسبة لنا؟ هل من المنطقي ان حسام حسن يكمل بعد الكلام اللي احنا قلناه ده، ولا يستوب لغاية كده ونشوف مدير فني جديد؟ انا من رأيي ان احنا لا، لازم نصبر على حسام حسن، ولازم نصبر عليه لغاية كاس العالم. الراجل على الرغم من انه هو ممكن يكون اثر في ماتش السنغال، لكن في مشوار هو قطعه وفي شوط كبير هو قطعه. ما اقدرش ان انا اقول ان هو اثر في اي حاجة. لكن حسام حسن لازم يكمل، ولازم يكمل المشوار لغاية كاس العالم، لان ببساطة انت ما عندكش طموح ان انت تكسب كاس العالم اصلا، ما عندكش طموح ان انت تعدي من دور المجموعات، او ما عندكش طموح ان انت توصل لدور ال16 او دور ال8. اكيد انت ما عندكش الطموح دي. انت كل الموضوع ان انت عايز تطلع في كاس العالم، تظهر الظهور المشرف، او على الاقل ان انت تخرج من دور المجموعات كسبان او صاعد، ما يبقاش زي كل مرة حصلت المجموعة، سواء في سنة 34 ولا في سنة 90 ولا في سنة 2018. انت كلهم انت خسرت في كل الماتشات. فللأسف احنا قدام كارثة، مع وضع في الاعتبار ان انت قدامك حاجة مهمة جدا، ان في احتمالية ان كاس افريقيا يتلعب كل 4 سنين. الكلام ده لو اتطبق معناها ان ده اخر كاس افريقيا لعدد كبير جدا من لاعيبة منتخب مصر اللي موجودين في الوقت الحالي. يعني من الاخر انت ما عندكش بنية تحتية للي جاي. فلك ان تتخيل ان انت تعالى بقى نرص كده اللعيبة اللي من ورا لقدام، من اول حارس المرمى لغايه المهاجم، اللعيبه اللي هي تعتبر ده اخر كاس افريقيا في حاله تطبيقه كل 4 سنين. فتعالى نتكلم في اول حاجه، حراسه المرمى محمد الشناوي ده اخر كاس افريقيا. طب حد تاني غير محمد الشناوي؟ احمد الشناوي. طب حد تاني غير احمد الشناوي؟ لا، هنا يعني بالنسبه للقائمه اللي موجوده في الوقت الحالي لا، هم دول بس ان هم يعتبروا اخر كاس افريقيا بالنسبه ليهم، علشان دول سنهم كبر. بص على الدفاع، اخر كاس افريقيا لرامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمد حمدي واحمد فتوح. في نص الملعب اخر كاس افريقيا بالنسبه لحمدي فتحي، واحتمال بالنسبه لمروان عطيه ممكن يعني يلعب معانا كمان 4 سنين. واخر كاس بالنسبه لتريزيجيه وبالنسبه لزيزو. واخر كاس لمحمد صلاح.
عمر مرموش ممكن يكمل شويه. فانت لك ان تتخيل كميه الاسماء اللي انا قلتها لك ان هم دول يعتبروا اخر كاس بالنسبه لهم، هتلاقيهم كتير قوي. طب انت هتبني على اساس ايه في الفتره الجايه؟ لو هتبص للمنتخبات بتاعت قطاع الناشئين هتلاقي نفسك ان انت رايح في داهيه. فالمطلوب ايه؟ المطلوب ان انت جنب ان انت تفكر بيزنس، يا عم ما عنديش مشكله ان انت تفكر بيزنس، بس جنب ان انت تفكر بيزنس فكر كوره، فكر ان انت تطور المنظومه عندك، بس انت ما بتطورش. فنهايه الفيديو ده المفروض ان انا عايز اوصل لايه؟ لا انا بسبورت حسام حسن ان هو يكمل عادي جدا في منتخب مصر كمدير فني، ويكمل مشواره لغايه كاس العالم، وبعد كاس العالم ممكن نفكر اذا كنا احنا ممكن نكمل بالمنظومه دي ولا لا. لكن بالمنظر اللي احنا فيه ده ما ينفعش ان الراجل ده يستقيل او يتم اقالته في النص، لان مفيش مدير فني اجنبي هيسندك. انت مفضوح بالنسبه للمديرين الفنيين الاجانب، واسال روي فيتوريا، فانت مش هتعرف تجيب اي مدير فني اجنبي قبل كاس العالم. بس ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.